السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتوا طيبين، وحشتوني جدا جدا جدا. الأيام الحلوة جت اهيت، والفيديوهات الحلوة كمان هتنزل لكم. أنا النهاردة كنت عاملة بفتيك وصينية بطاطس ورز كده مفلفل، ورجعتكم كده لأيام رمضان الجميلة. احنا طبعا في أيام ذو الحجة، من أجمل أيام السنة. فطبعا اليوم ده كان اليوم اللي قبل الوقفة، حبيت اصوره معاكم. طبعا ما صورتلكوش ال10 ايام كلهم، الحمد لله ربنا قدرني صمتهم. فده اليوم بقى اللي قبل يوم الوقفة، حبيت اوريكم كده فطارنا وارجعكم كده لايام رمضان الجميلة لما كنا بنحضر فطار مع بعض. بس الاول يا حبايبي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك. للي اول مرة بيشوف قناتي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة بيتك منور مع سما. طبعا حد هيقول لي طب الايام اللي قبل الوقفة احنا بنكونوا بنعملوا فيها يعني اي اكل وكده. انا كمان زيكم، يعني انا الايام ذو الحجة معظمها انا عاملة اكلات شعبية، اكلة تحبيش، كل ده تمام. بس طبعا بما ان خلاص العيد على الابواب قوي، حبيت اعمل لكم اكلة جميلة مفضلة عند ولادي، وممكن كتير يكونوا عاملين حسابهم يعملوها او يجيبوها. حبيت بس ايه، اعمل لكم الاكله الجميله دي. فاهمين ازاي؟ يعني دايما كلنا، يعني كل اليوتيوبرات يحبوا يعملوا اكلات العيد فيديو وينزلوها قبلها، علشان اللي حابب يعرف مثلا الطريقه، او بنوته كده لسه عايزه تتعلم الاكله او اي حاجه يعني. بس صراحة البفتيك انا كنت عاملاه حلو قوي، والكفر بتاعه مفكش خالص، وكان مقرمش وجميل جدا جدا، وفي نفس الوقت اللحمة من جوه مستوية قوي. وعملت صينية البطاطس دي برضو باللحمة. طبعا كنت عاملاها بقى باللحمة اللي هي لحمة البفتيك اللي انا كنت جايباها من الجزار، اللي هي بقى ايه، طبعا بتكون إيه، مش سميكة قوي. فانا حبيتها قوي قوي في صينيه البطاطس، لان برضو ما خدتش وقت في التسويه، لان برضو البطاطس ما بتاخدش وقت خالص وهي بتستوي. فالاتنين بقى استووا مع بعض، ما احتجتش اسوي اللحمه قبلها بمده، علشان لما اجي احطها على البطاطس الاتنين ياخدوا نفس السوا. لا دي حلوه قوي قوي، جربيها، اعمليها وانتي بتعملي البطاطس. حلوه، مش هتاخد منك وقت. زي ما انتي شفتي كده، الاول كل اللي عملته خدتها من التتبيله، نزلتها على الصينيه، شوحتها بالتتبيله بتاعتها. اول بقى ما غيرت لون وحسيت انها داخله في السوا، قمت شايلاها. وحبيت بقى انزل بالصلصه والبطاطس يعني كل محتويات الصينيه على على نفس مكان تشويح اللحمه. وبعد كده اول ما غليت بس اول غلوه، قمت نازله باللحمه. بس يعني مش هتعملي اكتر من كده، خلاص، لان هي اللحمه خلاص اوريدي كانت داخله في السوا، والبطاطس بعد اول غلوه خلاص برضو بتدخل في السوا. البطاطس من الانواع الاكلات او الطبيخ اللي ما بتاخدش وقت في التسويه نهائيا. بس كده، وزي ما انتي ما شايفه قلبتها خلاص. وتكوني طبعا حاطه بقى ايه الملح والفلفل، كل ده انا كنت حاطاه في تتبيله البطاطس. انا بحب اتبل البطاطس كده زي ما بتبل اللحوم، فاهمين؟ وبحب اتبل برضو اللحمه قبلها لما اجي اعملها في اي نوع طبيخ. فكل ده محطوط فيه توابل وملح وكلام من ده. انتي برضو دوقيها حسب الرغبه، حسيتي ان عايزه شويه ملح شويه توابل زودي، مش مشكله، خلاص. وحبيت بقى اعمل على الاكله الجميله دي شويه بقى كده ايه، رز مفلفل زي ما انتي شايفه كده. الرز المفلفل، او احنا بنقول عليه احنا بنقول رز مفلفل، بس في ناس بتقول عليه رز واحدة واحدة. بعد بقى طبعا ما نزلت بنص كمية الرز وخدت اللون الذهبي الجميل ده، نزلت ببقية الرز وحطيت المية على قد عدد كوبايات الرز وشوية الملح، مش اكتر من كده. بصوا، اكل سهل جدا جدا جدا، مش هياخد وقت منك خالص. نيجي بقى للقمر اللي معانا ده. ايه بقى عملتي ايه في اللحمه؟ انتي طبعا من انتي بتشتريها من عند الجزار، تقولي له عايزه قطعيه البفتيك، هيقطعها لك رقيقه وشرايح. انتي هتسكتي على كده؟ لا طبعا، بايد هون كده حلوه زي اللي عندي، او في شاكوش كده بيتباع للحوم حاجه كده يعني بس انا طول عمري بعملها بايد الهون. بصوا، خليت خلاياها
مفتحة خالص. لا خليت طبقة اللحم فيها رقيقة مع التتبيلة. دايما البصل بيوسع من خلية اللحمة. بس كده ايه بقى اللي بيخلي الكفر بتاعها بقى مقرمش زي ما شايفة كده. تاخدي من التتبيلة على الدقيق طبعا او الفيجيتار او البقسماط زي ما تحبي، وتنزلي في طبق مية ساقع. بس انا حاطه جنبي طبق مية ساقع، او تبلت وانزل في طبق مية ساقع اهوت، وارجع على الدقيق كده. انسي ان الكفر بتاعك يفك خالص خالص. ده بقى سر من اسرار البفتيك. واوعي تخافي وانتي بتعمليه في اي عزومه، علشان في ناس كتير بتخاف وتقولك لا ده الكفر بيفك وبيكسفني وبيبقى الشكل مش حلو على ايه السفره. لا بص، انا عملتها بالطريقه دي بس كده، واقليه بقى وهيطلع بالشكل الجميل ده على ضمانتي وبألف هنا وشفا. على قلوبكم وعلى قلوبنا يا حبايبي. حبيت انزل لكم بقى بالطريقه الجميله دي، ويا رب يكون الفيديو عجبك النهارده. ولو الفيديو عجبك واستفدتي مني بأي معلومة، يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك. اللي أول مرة بيشوف قناتي فعلي بقى الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة بيتك منور مع سما. وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. الفيديوهات الجاية كلها حلوة قوي قوي. طبعا فيديوهات بقى عن العيد وعن تفاصيل العيد، وانتي كست بيت ازاي تقدري تستفيدي بوقتك علشان تستقبلي يوم عرفة وانتي رايقة وفاضية للعبادة، لان ده يوم مبيجيش غير مرة واحدة في السنة. فحرام تضيعي وقتك في الوقفة في المطبخ. حتى لو ما خلصتيش شغل بيتك وقفي مش مشكلة. التنظيف ملحوق عليه والتنفيذ ملحوق عليه، حتى الأكل والشرب ملحوق عليه. هو يوم واحد في السنة لازم تستغليه حسن استغلال. ليه؟ علشان يعني ربنا في اليوم ده بيبقى بصي مستني يشوف قربك ليه، مستني زي ما يكون بينفذ لك طلباتك. قولي كل اللي انت تحلمي بيه، اطلبي كل اللي انت عايزاه. في اكتر من كده بقى حب يعني. فلازم نكون عند حسن ظن الله بينا. ولازم ما نضيعش اليوم ده ابدا على شوية اكل وشوية تنظيف. كل حاجة تقف، كل حاجة تتعوض، الا اليوم الجميل ده من افضل واجمل ايام السنة. عشان خاطري يعني حاولي تخلصي وتنجزي كل اللي وراكي قبل يوم وقفة عرفات. وكل سنة وانتم طيبين. أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ربنا يحفظ لكم أولادكم، ربنا يبارك لكم في أعمارهم وفي صحتهم، ويخليكم ليهم ويخليهم لكم وتشوفوهم أحسن ما بتتمنوا. ادعوا كل الأدعية اللي تيجي على بالكم، حتى لو مش مترتبة، حتى لو كان أدعية يعني بأسلوب بسيط. مش لازم تكوني حافظة يعني دعاء بالنص يتقال. كل اللي في قلبك طلعيه، كل اللي في قلبك قوليه، وإن شاء الله ربنا يستجيب دعائنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. تتعاد عليكم الأيام بالخير والصحة والسعادة. وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله. ويا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك. لأول مرة بتشوف قناتي فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة بيتك ونار مع سما. وأتمنى أكون فدتك بأي معلومة. يلا يا حبايبي، أشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.